إبراهيم النقاش عميد المنتخب المغربي للحديث حول هذه المباراة. إبراهيم النقاش، هل تعتقد أن المنتخب المغربي كان يستحق أكثر من التعادل اليوم أمام الكابون؟ صراحة كنا تنأملوا أننا نحرزوا نتيجة إيجابية، ناخذ واحد 3 نقاط في المقابلة الأولى. بصراحة أنت أرضية الملعب يعني سي دوماج أنها ما ساعدتناش باش نلعبوا الكرة اللي تنعرفوا ليها. يعني المقابلة خدات واحد الاتجاه ديال الصراع خلال رقعة الميدان. يعني صراحة في ظل لي كونديسيون اللي عشناها خلال المقابلة دي بحكم الملعب، صراحة نقطة يعني مفيدة للمنتخب المغربي، ونتمنى ان شاء الله نعوضوا هاد الجنوقات في المقابله الجايه ان شاء الله ضد منتخب كوت ديفوار ان شاء الله. إذن في ظل هذه النتيجة، ما هي الرسالة التي توجهها للمغاربة من أجل الثقة أكثر في المنتخب، وكذلك لتكون النتيجة أمام الكوت ديفوار رواندا أفضل من النتيجة اليوم؟ طبيعة الحال، من حق المغاربة أنهم يعني يتفائلوا بهذه المجموعة هذه ويبغيو منهم أنهم يحققوا نتيجة إيجابية. كنا حاسين بأننا خصنا نحققوا نتيجة إيجابية باش نفرحوا المغاربة كاملين. نتمنى إن شاء الله نكونوا عند حسن الظن ديالهم إن شاء الله في المقابلة الجاية إن شاء الله بحول الله. إن شاء الله بالتوفيق إبراهيم.